ما هي أمنيتك في عواقب هؤلاء؟ عبر التاريخ مرت على هذه الأرض شخصيات تحكمت بمصائر الشعوب وقادت العالم نحو شلالات من الدماء. أرقام مرعبة من الضحايا سقطت بسبب قرارات مجنونة وحروب طاحنة وسياسة تجويع لا ترحم. وهؤلاء الأشخاص الذين سلبوا حياة الملايين من البشر لم ينجو معظمهم من نهايات مظلمة ومأساوية، وكأن التاريخ أصر على أن يكتب فصولهم الأخيرة بالخوف والألم والندم. على سبيل المثال، أضخم من تسبب في الخسائر البشرية هو موت سي تونغ في الصين، الذي يتراوح عدد ضحاياه بين 40 إلى 75 مليون قتيل. رقم مرعب وليس بسيط، يعني بحجم عدد سكان تركيا أو إيران أو إثيوبيا حاليا. يعني بسبب تونغ وسياساته الزراعية القاسية أدت إلى مجاعة تسببت في موت ملايين البشر. وعواقب قراراته أنه عاش سنواته الأخيرة عاجزا وطريح الفرش، تتصارع الأمراض في جسده حتى انطفأت أنفاسه وسط عزلة صامتة.